السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده حابب اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا وهو امراض القلب وخصوصا السكتة القلبية. اول حاجة، لو انت عندك حد قريبك حصل له الموضوع ده ولا قدر الله توفى بمشكلة في القلب او سكتة قلبية او جلطة في القلب، اي حاجة من الحاجات دي، تعرف ان انت عندك عوامل وراثية ان انت تصاب بالموضوع ده. فانت اول حاجة تعملها لازم تتابع مع دكتور قلب باستمرار، تعمل ايكو على القلب، رسم قلب، تعمل تحاليل انزيمات قلب، وتعمل دهون كامله اللي هو الكوليسترول، الدهون الثلاثيه، الكوليسترول الضار، الكوليسترول النافع. لازم التحاليل تعملها باستمرار. لو انت مريض سكر عرضه اكتر للموضوع ده. طبعا لو عندك ضغط لازم تظبطه باستمرار. طيب هقول لك على حاجه، لو انت عامل كل ده ومظبط ومهتم والكلام ده، حسيت باللي انا بقول لك عليه ده، لازم توجه فورا لاقرب استقبال. اول حاجه، لو انت حسيت بالم في كتفك الشمال، ضيق تنفس، الم في الصدر بيروح ويجي، الم في فم المعده، الم لا يحتمل. كمان لو انت حسيت بدوخه وعرق بارد وانت مش بتعمل مجهود، ضربات قلب سريعه وانت ما بتعملش مجهود، كل ده علامات على بدايه ذبحه صدريه او سكته قلبيه. توجه على اقرب مستشفى بسرعه وما تنتظرش. وما ينفعش التهاون في الموضوع ده، خصوصا لو عندك حد قريبك حصل له مشاكل من النوع ده. دمتم سالمين.